يا أهلا وسهلا فخامة الرئيس. أهلا وسهلا. يا مرحبا، شرفتنا. على فكرة أنا أتابع برنامجك. والله برنامج إنه حطيه. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، شرفتنا. أهلا فيك، حياكم. الله يحييك، ما شاء الله. احنا مظلومين حتى في الطول الرئاسة احنا. تفضل، أهلا وسهلا، شرف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع. أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. كما نستضيف أيضا الرئيس اليمني رشاد العليمي. يا أهلا وسهلا. حياك الله. بس يعني عندي سؤال، بس يعني قلت فخامة الرئيس، لما جيت لعندي قلت الرئيس كده حافي. والله ما مش مقصود، فخامة وصاحب الجلالة والسمو وطال عمرك رشاد العليمي. أهلا وسهلا. حياك الله. باقي حاجة ما عنديش مشكلة أضيف. لا ما هوش. إذا أبدأ بسؤالي الأول للرئيس أحمد الشرع. كيف وجدت الرئاسة بعد توليك المنصب؟ أول شيء أريد أن أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج. أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذ محمد. ومن بعد ذلك أريد أن أقول أن الرئاسة أو السيادة أو الحكم هي في الحقيقة محكومية وليست سيادة. في الحقيقة أنت في هذا المنصب كي تخدم الشعب. كيف وجدتها؟ إنها صعبة جدا، وخصوصا أننا لم نستلم بلدا معمرة فنطورها، وإنما استلمنا بلدا مدمرة وعلينا إنشاءها من جديد. إن شاء الله. لو سألتك سؤال، كم تنام في اليوم مثلا؟ انظر، زمن النوم ولا، وزمن العمل قد أتى. فهذه البلد تريد عمل، لن تعمر سوريا بالنوم أبدا. نعم. وإذا أنتقل بالسؤال نفسه للرئيس رشاد. أنا سألته كم ينام في اليوم، أنا ممكن أسألك كم أنت صاحي في اليوم، كم بتصحى يعني ساعة؟ سؤال جميل. أنا صراحة يعني أحيانا أو أغلب الأحيان ما أصحى إلا من بعد العصر، وهذا كله بسبب الإرهاق في النوم، لكن متحملين وهذه مسؤولية. الله يكون في عونه. يعني كوابيس وهذا الحاجات صح؟ خليها على الله. الله يكون في عونهم. إذا بسألك أيضا، هو سألته عن كيف وجد الرئاسة، مع أنه له أشهر، بس أنتم بحكم لكم سنوات، ما الإنجازات اللي حققتوها خلال هذه السنوات؟ والله كنت انتظر سؤال كيف وجدت الرئاسة، يعني حلوة صراحة. أصلا نعرف إيش جوابك يعني. يلا وصلت، ولهذا أنا سألتك مباشرة عن إنجازاتك. الإنجازات صراحة كثير يعني. نحن في مجلس القيادة الرئاسي حققنا أهداف لم تحققها أي دول في العالم. المواطن اليمني بدون راتب وبدون كهرباء وبدون ماء، ومع ذلك عايش. أليس هذا إنجاز؟ وصلنا المواطن لمرحلة أنه يعتمد على نفسه، وهذا لا يمكن أن يتم تحقيقه في أي دولة من دول العالم. لا صراحة إنجازات ما شاء الله عليكم. لا كهرباء، لا ماء، لا غاز. بس وصلتني من مصادر خاصة طبعا إن باقي المواطنين، في مواطنين كثير ما زالوا يتنفسوا. بالنسبة للهواء كيف يعني؟ ما بتخليهم تفكروا يعني يعتمدوا على أنفسهم مشان الهواء؟ والله هذا مقترح طرحه الأخ حيدروس في الاجتماع السابق، لكن ندرسه إن شاء الله، وبعدين ما نحب إن احنا نظهر كل خططنا يعني للعلن. يعني موجود أقول لك خلينا. بالنسبة لفخامة الرئيس أحمد الشرع، حياكم الله. ما هي أهدافكم؟ ما هي رؤيتكم للمستقبل في سوريا؟ إعادة بناء الوطن هي خطوة سوف تستغرق منا وقت طويل، لا ننكر هذا، ولكننا نسعى لها. أولا، جمع مكونات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وغاز وإنترنت. حتى بعدما نجهز هذه البنية القوية في سوريا نجلب المستثمرين من كافة أنحاء العالم. يا سلام. صراحة يعني أفهم من كلامك أنه الاستثمار للجميع يفتح. يعني أقدر أنا لو تكلموا بس أقدر أنا أستثمر في البلاد سوريا. لا خليني أسألك الله خليني أسألك. لا خليني أكمل كلامه، والله عجبني كلامه صراحة. كلامه يعجبنا كلنا. خليني أسمع أي حاجة تعجبنا منك أنت. الله، خليني أسألك أنت، يعني الآن إلى متى ستظلوا في عالم افتراضي؟ كل اجتماعاتكم وحكمكم للبلاد عبر الزوم وعبر الواقع الافتراضي، متى تنتقلوا إلى الواقع الحقيقي
هذا السؤال اللي يسأله أي مواطن يمني. وليش؟ ايش فيها الزوم؟ بايش زعلك الزوم؟ يعني الصوت واضح، الصورة واضحة، ما يتقطعش. ايش اللي مضايقك يعني؟ أنا قصدي خايفين عليكم، يعني افترض اخترقوا ولا أدمن حكى الحساب ويحكمنا واحد هاكر، ماشي منطقية يعني. فإحنا مصلحتكم، بس إنه الزوم هذا يعني ناويين تطولوا كيف؟ لا ما تقلقش من موضوع الهكر وما هكر، انا حافظ كلمة السر. وبعدين شوف، على فكرة ابشرك وابشر الشعب اليمني، احنا سننتقل الى مرحلة ثانية. مرحلة الزوم هي مرحلة فقط، لا تقولوا انها يعني طولت او كذا، لكن في اجتماع مجلس الرئاسة اتفقنا على انه ننتقل من اجتماعات الزوم الى برنامج الميت، لانه يقول لك في فلاتر رهيبة. قسما بالله يعني. شوف انا شفت اي دروس مرة عملنا كذا، بس يعني تجربة ما عرفتوش، تصدق لونه وردي كله والله. لا والله مستقبل وردي معاكم ما شاء الله. إذا طبعا يعني ما فيش رجعة على البلاد، صح؟ نفهم من كلامك في هذا الخصوص بالذات. وموضوع ان احنا نحكم من داخل البلاد، هذا الموضوع تم مناقشته في مجلس القيادة الرئاسي، واتفقنا على انه برنامج الميت هذا فيه ميزة جميلة جدا. تثبيت الخلفية، وتركب خلفية في اي مكان في البلاد. يعني مثلا من اب، اقدر انا احكم من اب، من تعز، من عدن، من جميع ارجاء البلاد. وصراحة برنامج جميل رهيب يا اخي. بس خلاص ولا عاد اسمع لك كلام، اعمل نفسك ان انت ما سمعت شيء، استرنا الله يسترك. احنا متعودين بس ولهذا سؤال اخير عشان ما اشغلش، عارف انكم مشغولين وما اطولش عليكم. لا مش مستعجلين، ما مش حاجة. ما اتكلمش عليك انت، انا بتكلم عن الرؤساء، معهم عمل ومعهم مسؤوليات. ولهذا السؤال الاخير الذي ساطرحه عليك، الى اين وجهتك بعد هذا اللقاء؟ بالتأكيد سوف تكون الآن العودة إلى العاصمة دمشق، ونأمل أن يأتي اليوم ويعود جميع اللاجئين والنازحين إلى البلاد. نقطة نظر. لازم كل رئيس يعني مفترض انه ما يتجاوز حدوده. ايش قاعد يقول لك عودة النازحين الى بلادهم. النازحين من ابناء شعبه، مش ما لك شي دخل، انت ما بتكلمش عنك انت. احسب يا الله. اذا خليني اسالك، الى اين العودة انت؟ بالتأكيد الى العاصمة. اي عاصمة؟ العاصمة. اوكي حدد لي ما هي العاصمة، انا اعرفك. يعني الى العاصمة الرياض مثلا، العاصمة القاهرة، العاصمة ممكن ابو ظبي، وحتى اذا في مجال عندهم الطيارة الى العاصمة دمشق. اهم شيء العاصمة. قلت هناك احنا ناس ما نكذب، يعني اذا قلت لك العاصمة يعني العاصمة، اي عاصمة. ومثل ما يقول المثل، يعني علي ولد زايد بلاد العرب اوطاني، من الشامي لبغدادي. علي ولد زايد قالها ان شاء الله. لا مستقبلنا مضمون. اذا شكرا لك فخامة الاخ الرئيس على هذا اللقاء، وما اطولش عليك، اخذنا من وقتك الكثير والثمين، ويمكنك ايضا المغادرة وتوصل بالسلامة ان شاء الله، وسلامنا لسوريا جميعا. ما الاخ عاد نحتاج بين امور. ايوه انا قد عرفت، يعني لما انت شكرت فخامة الرئيس وما شكرت فخامتي، عرفت اننا يعني عادنا مطور وكذا في غداء، صح؟ ايوه ولا يهمك، بغدتك ولا الحمد لله. يعني اكلم البحسني لا يحجز غداء. ليش البحسني موجود؟ خارج هو منتظر بالسيارة، وقعوا اليوم موقف محرج، خليه على الله يعني. ليش؟ لما يعني الحراس حق فخامة الرئيس احمد الشرع اعتقدوا انه مرافق معي، فلما مشيت انا رجعوا، وانا دعما قلت خليه كذا يعني. متعود اصلا يرجعوا، مش مشكلة. اذا القاكم على خير.